النهارده جاي اتكلم عن فيلم الاسكندراني. الفيلم بطولة احمد العوضي وعصام السقا وزينة وبيومي فؤاد، بطولة مشتركة يعني. ولكن قبل ما نبدأ في الفيلم ونفصله كده حتة حتة، انا مستغرب ازاي فيلم زي ده بعد الانتاج والفلوس اللي اتصرفت عليه في الاخر يجوا في المونتاج اجي مثلا الاقي المشاهد بايظة، مشاهد ما فيهاش صوت يعني حاجة غريبة كده. انا الاول كنت بحسبها عشان انا بتفرج من على النت فممكن يكون مشكلة موقع، ولكن لقيت الناس اللي دخلت السينما برضو بتشتكي من نفس المشكلة. فانا مش فاهم ازاي انتاج زي ده او انتاج ضخم الصراحة، يعني اللي يتفرج على الفيلم يفهم انا بقول ايه، ازاي يطلع منه ده كله. يعني الصراحة حتة غير موفقة بالمرة. يعني دي لو انتشرت عارف انت السمعة هتبوظ بتاع الفيلم قبل ما الناس تدخل. مع ان الفيلم كويس الصراحة والممثلين عاملين ادوار كويسة وبالذات بيومي فؤاد. يعني انا بيومي فؤاد من بعد الموقف في السعودية وبتاع وانا نفسي جزعت منه، ولكن بيومي فؤاد جه عمل دور. احنا دايما بنشوف بيومي فؤاد بهزار وكوميديا وبتاع، وصراحة الادوار دي ما كانتش هي بتضحكني، بس كنت بحس فيها ان في استهزاء من الشخص وبتاع. ولكن الدور اللي هو عامله ده الصراحة يعني خلينا نقول ان ده احسن دور لبيومي فؤاد من يوم ما بدأ. والدور لو كمل في الادوار اللي زي دي بيومي فؤاد هيدخل في حتة تانية، واحمد العوضي لو خف على نفسه بس شوية كاريزما الدنيا هتبقى تمام. وعصام السقا اللي احنا شفناه في جعفر العمدة هو اللي احنا شفناه في الاسكندراني، ولكن اختلاف قمصان يعني لا مؤاخذة. بص انا جاي اتكلم بصراحة، ولكن الدور بتاعه حلو. واللي عجبني دوره الصراحة محمود حافظ. انا الراجل ده من ساعة ما عمل في رمضان من سنتين على ما اظن 3 4 مسلسلات مع بعض في نفس الموسم، والاربعة اختلاف شخصيات، وانا ده شايفه من اكبر النجوم الدور التاني، وممكن يطلع دور الاول، بس انا ما برجحش ان دور تاني يطلع دور اول مره واحده. وطبعا معانا الاستاذه احيه، قصدي الاستاذه زينه. الاستاذه زينه لو شلنا منها احيه الدور بتاعها راح يعني خلاص والله. هي احيه واحمد العوضي ولا يا ولا. يعني ماشي يا عم كلام اسكندراني وبينت لي انت ولا بالام قوي وبص وبتركب مشروع كل يوم، بس مش كل شويه ولا يا ولا، فاهم؟ ولا ولكن الفيلم جميل يعني يستحق المشاهدة الصراحة ومتعوب فيه. بس لو نخف شوية عربيات بس كده، اللي ما تدخليش عربية 8 7 مليون دولار حرف اسكندرية في الورديان، معلش يعني. يا عم الجي كلاس قلنا مش مهم، البي ام مش أزمة، انما ما تدخليش دي. انت مش عمرو سعد حضرتك، يعني عمرو سعد كان بيدخل الجي كلاس الحارة. فالفيلم لذيذ ويستحق المشاهدة الصراحة.